اللي هيقل عقله ويفكر، بس يفكر انه يستخدم عملة تانية غير الدولار هيزعل. المعلم ابو حنان بيطلع البلطجي اللي جواه، ومن بدري قوي كمان. فاكرين لما قلت لكم ان الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان قال ان هو بيعتبر ان الحرب العالميه الثالثه ابتدت لمجرد ان البريكس بيفكروا ان هم يعملوا عمله جديده؟ اهو ابا المعلم ابو حنان جابها من الاخر وبالمفتشر، وبيطالب او بيؤمر جميع دول البريكس انها تنسى فكره العمله الموحده بتاعتهم دي. لا، وكمان بيقول لهم التزموا قدامي ان ده مش هيحصل، والا تقدروا تقولوا للتجاره مع ماما امريكا جود باي، لانه هيحط على الدول اللي هتتعامل بالعمله دي تعريفه كبيره تخليهم ما يقدروش حتى يبيعوا قلم رصاص في اشارات نيويورك. الراجل بصراحه بيتكلم بلهجه صعبه جدا، والفاظ ما ينفعش انها يتم استخدامها في التعاملات الدبلوماسيه. عارف ان ده اسلوبه ودي مش حاجه جديده، بس هو مزودها حبتين الصراحه. وبعدين هو ايه اللي يجبر دول العالم انها تستحمل الاسلوب المهين ده والتعالي الغريب اللي هو بيستخدمه واحنا لسه على الباب؟ ده الراجل لسه ما مسكش. اصلا جزء كبير من نجاح الاقتصاد الامريكي ان الكل بيعرف يعمل مصلحه منهم، لكن بالشكل ده لا في مصلحه من وراهم، ولا في احترام، ولا حتى دبلوماسيه.